وناري شحال ساهل يتخلقوا الاشاعات في المغرب. وهذا الشيء دابا اللي كاين انترنت والاي اي مازال ممكن تمشي تاكد من المعلومات. اما تخيل قبل الانترنت كيفاش الناس كانوا كيديروا. كنت جالس وتفكرت شي بلانات كانوا وقعوا فاش كنت صغير وقلت ضروري خصني نوض ندير عليهم شي فيديو خفيف. Started a rumor. Not rumor. هذا المشروب مشروب مصري وكان دخل المغرب في البدايه ديال الالفينات. والحاجه اللي متميزه في هذه المناضه هي انها خارجه غير في كانيت وفي قرعي ديال الزاج اللي كانوا بالضبط في نفس اللون ديال قرعي الزاج ديال البيره. ومن هنا غادي تفهموا باللي المغاربه كلهم اتفقوا على ان هذا الدرينك حرام. وهذا كان اكبر فلوب في تاريخ المشروبات في المغرب حيت ما داش بزاف ديال الوقت وهي تخرج بمره هذا فيروز من المغرب بمره. في الصراحه ماشي غير اللون ديال القرعي اللي كانوا كيشبهوا البيره، كانت حاجه اخرى مشتركه ما بيناتهم. وهذه الحاجه هي ان بجوجهم كيتصايبوا من الشعير. ولا كانوا مصايبين من الشعير راه حرام. الفودكا وبعض النوع ديال البيرات كيتصايبوا من البطاطا. ايوا نوض حرق من المرقه راه حتى هي كتصاوب بطاطا. في الالفينات كاينين رسوم متحركه اللي حتى هما ما تزقلوش وكيقولوا على بزاف منهم حرام. كتمشي للمدرسه وفاش كتوصل وقت الاستراحه كتخرج انت وصحابك تهضروا على الرسوم المتحركه اللي متبعين. حتى كيقول لك واحد من صحابك عرفتي واش قالت لي يا ماما؟ قالت لي باللي بوكيمون حرام وباللي بيكاتشو شيطان ودوك بوكيمونات اللي كيتحولوا كيديروا الاشهار لتغيير خلق الله. وانت في الصغر حلال وحرام ما عندكش فيها الضحك. كل شيء الوالدين كيستعملوا هذا البلان اصلا باش يخلعوا ولادهم. الا كذبتي تمشي لجهنم. قول لي الصراحه راه كذوب حرام. المهم كتيق ديك الهضره ديال بوكيمون حرام وملي كتكون كتفرج كيطلع بوكيمون اما كتبدل القناه اما كتفرج بالتاني بالضمير لحقاش داكشي كتفرج فيه حرام. وهادشي ماشي غير في بوكيمون، كان ديجيمون حتى هو فيه كائنات كتحول. يعني هذا البلان حتى هو كان فيه تغيير خلق الله وبلي دوك التحولات راه تعامل مع الجن. راه واقيلا بسبب جيل كله في الصغر تفرج في هادشي اللي ولاو المتحولين ديال بنادم كتار. ويوغيو حتى هو كانوا كيقولوا عليه حرام حيت كانوا كيلعبوا فيه بكارطات اللي كيخرجوا منهم ارواح ولا جنون ولا كل واحد كيفاش كان كيشوفهم. وكاينين كيوغيو بالشوافات اللي كانوا كيديروا الشعوذه بكارطات بحال دوك ديال الطارو ولا دوك ديال المهم راه كتعرفوا الكارطات الشوافات. يعني الناس ولاو كيتيقوا باللي الا كنتي كتلعب يوغيو راه كتبقى تعيط للشياطين. لدرجه بعض الوليدات كانوا كيجيو والديهم كيجمعوا لهم دوك الكارطات كيشعلوا فيهم العافيه. هاي لهاد الدرجه. هاد الاشاعه كلنا ضروري ما سمعناها على الاقل مره في حياتنا. وهاد الاشاعه على اندومي ولا انستنت نودلز. هاد الاشاعه من البدايه ديال الالفينات ومازال كنسمعوها لحد الان. وهاد الاشاعه كتقول باللي النودلز مصنوعين من البلاستيك. النودلز ما كيتهضموش كيبقاو 7 سنين في الكرش. النودلز كيديروا الكونسير. نودلز النودلز كيديروا العقم. كاين كاع اللي كيقول لك حرام. مشكل هادشي كاع ما عرفنا منين جابوه الناس. عاوتاني اتفقوا عليه مغاربه كاملين تيقوه وامنوا به ومازال لحد الان كاين الناس كيامنوا بهاد الاشاعات. انا عندي واحد الفرضيه علاش هادشي وقع. اغلب الناس كيسحب لهم باللي النودلز اللي كيتباعوا في المغرب كيجيبوهم من الشينوا، ولكن في الحقيقه واخا الشينوا اول بناد انا بناد عندي النووي انا بناد ولكن في الحقيقه واخا الشينوا اول بلاد في الصناعه ديال النودلز ماشي هما اكبر بلاد في التصدير. اندومي مثلا ديال اندونيسيا وداك بولداك الحار ديال كوريا. وهاد جوج بلدان هما اكبر بلدان في التصدير ديال النودلز في العالم. المهم نرجعوا للفرضيه ديالي. بما ان الناس كيحسب لهم بلي النودلز ديال الشينوا والناس بالاخص قبل الانترنت كيحسب لهم بلي الشينوا بلد فقير عايش غير بتزاور وكاليتي عيانه، خافوا من هاد الاكله السريعه. الناس موالفين اي حاجه خارجه من الشينوا راه زبل والنودلز جاي من الشينوا يعني زبل. هذه هي الفرضيه ديالي. الا عندكم فرضيات اخرين كتبوهم لي في التعليق. نو ما تقولش ليا هاد الوقت كامل وانا كنهضر ما كنت كنسجل. المهم تخيل راسك عندك 9 سنين ومصيفطك الوالده ديالك تسخر ليها عند مول الحانوت. خارج نتايا غادي عادي هاز معاك الصرف في جيبك حتى اللحظه فين كتبي تدخل عند مول الحانوت وكتبان لك ديك البلاكه فين كيحطوا الجورنال. كتلوح عينيك وعينيك كتجي نيشان في هاد التصويره في واحد من دوك الجرائد. كنفكرك بلي في هذا الوقت ما كاين لا ويفي لا انترنت لا اي اي لا شات جي بي تي والو حتى شي حاجه. كتشوف التصويره وفي الداخل ديالك متاكد 1000% بلي هذه التصويره حقيقيه. كيدوز الوقت ومي كتسول على هذه التصويره كتعرف بلي هذه التصويره ديال واحد البنت حرقات المصحف الكريم وهي تمسخات ولات كتشبه لواحد الخليط ما بين قرد وبنادم
وتيمون اللي كاين في لاين كينغ المهم داكشي ما مفهومش، المهم كيخلع. المشكل ديك الساعات ما كاينش انترنت، ما عندكش اي طريقه باش تمشي تاكد من الحاجه. اي حاجه خارجه في الجورنال ولا في الاخبار 1000% حقيقيه. كانوا الناس كبار ومتيقين هذا البلان. عساك انت اللي عندك 9 سنين بروج. بسبب هذه التصويره هذه دوزت شهور ديال الروح. فاش كنبغي الناس كنمشي نطفي الضوء كتولي تبان ليا في جنب الناموسيه بحال هكا كتبقى تطلع ليا من فوق كتفها. وفي الاخر صدقات هذه غير تصويره صايبها شي فنان اجنبي في شي ما نعرف اش من اكسبوزيسيون كنعرضها تماك، وجا شي واحد شدها ودار بها بروباغندا وخلى بها مسلمين في المغرب وفي دول مسلمه اخرى عند العرب وفي اسيا. وهنا الفيديو غادي تكون سالات، نقول لكم تهلاو والى الحلقه القادمه. بيس.